مش هاخد من وقتك كتير، بس الفيديو ده فعلا يستحق انك تتفرجي عليه. شويه شوربه لحمه بالبهاريز، حاجه كده اللهم بارك، تحفه جدا جدا. تعالوا بينا نشوف ازاي تشربي شوربه لحمه واللحمه تطلع دايبه وطعمها حلو، ونقول بسم الله وعلى بركه الله. هنقول بالراحه عشان الناس بتقول لي فيديوهاتك سريعه. بصوا، اول حاجه جبت الحله كده زي ما انتم شايفين، حطيت عليها نقطه من السمنه البلدي. بعد كده نزلت عليها باللحمه، اللحمه مدعوكه ببصله، مدعوكه بملح وفلفل اسود. تمام. قبل ما بولع عليها كده بنص ساعه بدعكها بالبصله اللي مدعوكه بملح وفلفل اسود، بديهم الاتنين تشويحه مع بعض على نار عاليه لحد كده زي الفل. هجيب ماسوره حلوه كده علشان هي دي اللي بتدي البهاريز وهي دي اللي بتدي الطعم. تمام. وهروح حطاها برضو ومشوحاها معاهم. كده اصبحنا حطينا اللحمه مع البصل مع المواسير، ويديهم بقى كده تشويحه. عايزاكم كده تشموا الريحه كأن لحمه مشويه بتتعمل بالظبط. هحط بقى شويه كده ورق لورا على شويه حبهان، وبعد كده هنزل عليهم بالميه السخنه. اهم حاجه الميه تكون سخنه معايا. السر بقى اللي بيخلي كده اللحمه دايبه، تحطي معلقه صغيره من السكر، بتوديها في حته تانية خالص. حطيت طماطمايه دي اختياري طبعا. بعد كده ببدا اللي انا كده اشيل واحده واحده الريم بتاع الشوربه. تمام. بعد كده بقى ههدي عليها وهسيبها تستوي براحتها. تشربوا احلى شوربه وتاكلوا احلى لحمه، بجد بتبقى اللحمه دايبه والشوربه طعمها حلو جدا. حاجه كده اللهم بارك، تحفه قوي قوي. شايفين لون الشوربه عامل ازاي وشكلها؟ يعني اعملوا الطريقه دي كده وهتدعوا لي بجد بعدها. عايزاكم بقى كده تكتبوا لي بتتابعوني منين اهم حاجه، وما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. بابا حميد لايك. I love you.